بتعدي على الإنسان فترات في حياته بيبقى بايع كل حاجة، اللي هو مش فارق معاه مين زعل، مين خاصم، مين باعد، مين فارق، مين طلع حلو، مين ابن أصول. تحس إنه في الوقت ده بيبص على الناس من فوق، بيراقب ردود الأفعال، بيتفرج وبس، شايف وفاهم وعارف إيه اللي بيحصل، حتى اللي بيحصل من ورا ظهره. شايف الوشوش الحقيقية والنفوس الحقيقية لكل الناس اللي حواليه. مبقاش بيتفاجئ ولا بيتصدم بتصرفات حد مهما كانت صعوبتها. ما بقتش بتفرح من قلبك بجد، ما بقتش تعرف حتى تصالح حد زعلان، ولا بقى عندك طاقة تراضي حتى نفسك. ما بقتش بتعرف تصالح حتى حد زعلان، ولا بقى عندك طاقة تراضي حد، ولا تبرر كلام لحد أو أي تصرف لأي حد. ما بقاش عندك الرغبة حتى إنك تصلح شكلك قصاد الناس. انتوا شايفيني وحش؟ خلاص، أنا فعلا وحش. المهم إنك بتبعد نفسك عن أي جدال أو أي نقاش أو وجع قلب. ما بقاش عندك حل ولا طاقة لأي حاجة. عايز تعيش في هدوء، سايب اللي يقرب يقرب، اللي يبعد يبعد. ما بتجريش ورا حد عشان تفكره بوجودك، ما بتجيش على نفسك عشان خاطر حد. واللي بيوصل للمرحلة دي بتكون فعلا بعد عناء وتعب ووجع كبير جدا، بعد انكسارات وهزايم وخذلان ملوش مثيل، بعد ما وقعت وقاومت وقمت 1000 مرة، وكل مرة جرحك بيكون فيها أكبر وأعمق من اللي قبلها. اللي انت وصلت ليه دلوقتي من حالة اللامبالاة اللي الناس بتقول عليها لامبالاة، وإنك بقيت تكبر دماغك زي ما بيقولوا، صدقني دي حاجة حلوة. وكده انت فعلا اتعلمت الدرس صح، وفهمت الدنيا والناس ماشيين ازاي. وعايز اقولك ان الدنيا بتدور، وكل حد عمل حاجة هترجع وتتردله. اللي وجعك هيتوجع، واللي أذاك هيتأذي، واللي خدعك وعيشك الوهم هيتخدع وهيعيش الوهم برضه. وانت ربنا هيعوضك ويراضي قلبك، لأنك ما أذيتش حد ولا عمرك ظلمت حد. سلم أمرك لله، وحقك هيرجع لك. سلام.